السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما يا رب. النهاردة تاني فيديو من سلسلة اتعلم كمبيوتر مع احمد رفعت. طيب احنا دلوقتي النهاردة هنتكلم ازاي نملى الفولدر اللي احنا كريتناه في الحلقة اللي فاتت. و لو انت مش عارف ازاي لسه تكريت مجلد او فولدر، ممكن تتفرج على الحلقة اللي فاتت. طيب هنتكلم النهاردة ازاي نملى المجلد ده ونحط الملفات جوه الفولدر اللي احنا عملناه. احنا عندنا طريقتين نقدر نعمل بيهم الحركة ديت. الحركة الاولى اسمها دراج اند دروب. يعني ايه دراج اند دروب؟ يعني باجي على المجلد ده، المجلد اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت، تمام، باخد الملف اللي انا عايز احطه جوه المجلد ده. باخد مثلا وليكن الملف اللي اسمه سي في ده، واقوم الطريقة دي اسمها دراج اند دروب. بقف عليه وادوس كليك شمال من على الماوس، ومشيلش ايدي من على الكليك شمال، واسحبه كده واروح لغاية الفولدر بتاعي واحطه. هو كده اتحط جوه الفولدر، تمام. لو فتحنا الفولدر هنلاقي المجلد نزل جوه المجلد اللي انا عامله، تمام. الطريقة التانية هي ان اجي على الفولدر نفسه اللي انا عايزة انقله جوه المجلد بتاعي، وادوس كليك يمين عليه واخده كت او كوبي. كت دي معناها ان انا هشيله، ومش هشيله من هنا واحطه جوه المجلد بتاعي. طيب كوبي، انا هاخد نسخة من المجلد ده احطه جوه المجلد بتاعي. طبعا انا عايز اشيله وانقله جوه المجلد بتاعي، فانا هاخده كت واخش جوه الفولدر بتاعي، او مش لازم اخش جوه الفولدر بتاعي يعني، واقف في اي حتة فاضية ادوس على بيست هيتنقل معايا، او ان انا اقف على الفولدر بتاعي بعد ما اخدته قط المجلد بتاعي اللي انا عايز انقل جواه، وادوس على بيست. لو فتحت كده اتنقل معايا. لو فتحت المجلد بتاعي اللي اسمه بوك هلاقي الفايلات. لو عجبك الفيديو متنساش تشترك في القناة، شير ولايك وسبسكرايب. شكرا لكم جميعا.